السلام عليكم. وعليكم السلام. شكون اللي معايا سيدي؟ معك رشيد. شكون كنت رشيد سيدي؟ انا كنت صديق ديال المرحوم تامر بناني. نعم، اذا انت الشاهد من الشهود. بالفعل. تفضل سيدي. كنت حاول نتصل بك شحال هادي فاش كان سي مسرار كان تكلم عليا بواحد الوقاحه، شبهني بالمنقلب. يا سيدي المحترم، والمشقلب. يا سيدي المحترم، من قال لك ان هذا الكلام؟ لانني انا مسؤول على برنامج. تفضل، لك حق الرد. نعم، اسمح لي. انا مسؤول على برنامج. المسائل الشخصيه فيما بينكما لا تلزم البرنامج. تفضل. لا مش هذا هو الموضوع اللي بغيت يلا نتكلم فيه. تفضل يلا اعطينا غير الموضوع السي رشيد ومرحبا. تفضل. انت عندك معلومات؟ عندي غير واحد الملاحظه. تفضل الملاحظه. تفضل. انا كمواطن مغربي مرحبا. متبع هذه القضيه، ويعني من حقي انني نتكلم عليها، نعطي الراي ديالي. هذا من حقي، متفق معايا ولا لا؟ من حقك، وهذه قناه لجميع المغاربه، وحتى اولياء الامور واباء المتهمين مرحب بهم حسب الماده 114 115 116 وهيئه الدفاع كذلك. مرحبا بها. تفضل. نعم. المهم انا غير كنت صراحه سمعت واحد المقدمه اللي درتي، كنت تكلمتي على الشاهده سليمه. انا مش بالتسميه بعدا، باش نقول لك انا تنهضر على الشاهده، انا مش بالتسميه. تفضل. الشاهده. المهم انا باش الناس ما يمشوش غالطين، انا ما كندافع على حتى واحد، لكن انا كمواطن مغربي من حقي نناقش الموضوع، من حقي نعطي الراي ديالي، من حقي نعطي الملاحظات اللي كيبانوا ليا. وانا اكثر واحد نتبع هاد لافير وعارف لي ديتاي كاملين. تفضل. انا غير واحد الملاحظه بين قوسين، من بعد الا كان عندك شي سؤال تقدر تسولني. انا بغيت نعطيك واحد الملاحظه. اعطيني ملاحظه وغادي نسولك اسئله الا سمحتي، مادام انك انت شاهد. شاهد وشهدتي قدام المحكمه وداك الشيء. يلا تفضل. يلا تفضل. غير واحد الملاحظه باش يعرفوها الناس. فاش الام فاش قالت انها مشات عند هذيك الشاهده للدار وقالت لها بلا راه قرات في دفتر الذكريات، انا بغيت نعقب على هذه القضيه حيت يلاه تكلمتي فيها، وانا بغيت نعطيك الراي ديالي. تفضل. واخا كانت قالت انها راه مشات عندها وقالت لها بلا راه قرات هذاك الكلام في دفتر الذكريات. واحد اللقاء صحفي مع واحد القناه سولتها، قالت لها امتى مشيتي عندها؟ قالت لها في 2013. يعني 6 سنوات من وراء الواقعه. كاين واحد الفيديو اخر ديال الصديقه ديال الام اللي هي حتى هي كانت شاهده في واحد اللقاء صحفي اخر. ملي سولها الصحفي قال لها امتى مشيتوا عندها، منطقيا خصها تقول لها 2013، لكن هي قالت لها مشينا اسابيع من وراء اختفاء. انا بالنسبه لي هنا كاين تناقض وكاين واحد الفرق زمني مهم ديال 6 سنوات. وكاينه واحد الملاحظه اخرى. تفضل. في واحد الخرجه اعلاميه اخرى ديال الام قالت ان الملف خرج من الحفظ بناء على اقوال الشاهده سنه 2011. يعني دابا الام كتقول لنا راه مشات في 2013، مشات عندها وقالت لها ديك الكلام في 2013، وفي خرجه اعلاميه اخرى كتقول لنا خرج الملف من الحفظ في 2011 بناء على اقوال الشاهده. يعني بحال رجعنا اللور. وفي لقاء صحفي اخر ديال الشاهده صديقه الام كتقول لنا راه مشاو عندها في 2007. يعني هنا كاين شي حاجه ماشي هي هذه. دابا واش مشاو في 2007 ولا في 2011 ولا في 2013؟ ياك سميتك رشيد ياك، غير ما ربما لم تطلع على المحاضر. راه السيده صديقه الشاهده ياك راه كانت عند السيده لاله حياه العالمي رفقه الام ديالها سنه 2011 ماشي 2013. 2011 وتلاقات ومشات السيده حياه العالمي، يعني تلاقات مع هاد السيده وقالت لها راه هاد الدراري اللي هما متهمين راه ما بغاوش يقولوا لي غا ولدي فينا هو، يقولوا لي غا الحقيقه، يعطيوني غا معطيات ومعلومات. وهذيك السيده صديقه الشاهده قالت علاش بقات تسول في راسها، وهادشي راه قالته في محاضر، علاش ما بغاوش يقولوا ليها هل راه كان معنا وكان راكب معنا في الطوموبيل وانت شفتيهم راكبين معاهم في الطوموبيل.
على ذكر الطوموبيل شتيهم انت السي رشيد؟ لا انا ما شفتهمش، وغير بين قوسين انا مع الام. انا لا خلي دابا انا القولها هذه حلقه الشهود، انت شتيهم ولا ما شتيهمش؟ شنو نسمع السؤال ديالك؟ انت نهار كان بعيد شويه. لا ما بعيد والو، انت اسمعني. نهار كانت هاني بنيني في السياره مع اصدقاء ديالو اللي هما اليوم متهمين ياك او مدانين. واش شتي تامي بناني راكب مع هذوك الناس؟ لا انا ما شفتهمش، الكذوب على الله حرام. انت ما شتي والو؟ انا ما شفتهمش في السياره، انا شفتهم واقفين. شتيهم واقفين راكبين في الطوموبيل كاينين مجموعين مع بعضياتهم. اييه كنتي معروض معروض ما شفتهمش انا. انت معروض لعيد الميلاد ولا ما معروضش لعيد الميلاد؟ تعرضتي لعيد الميلاد؟ لا اسمح لي، دابا جبتي بزاف ديال الحوايج. ياك انت بغيتي تناقش السي رشيد، مرحبا بك، هذه قناه لجميع المغاربه ومرحبا بك بشويه عليك، ناخذوا معك ساعه ساعتين ما عندناش مشكل. تفضل انت عندك حق الرد وعندك ملاحظات، تفضل. واخا انا كما باش قبل ما ندخلوا في الموضوع باش الناس اللي غيبداو يسبوني انا عارفهم غيسبوني. انا كنتضامن مع الام، خلي الناس كنتضامن مع الام انها مشى لها ولدها الله يرحمه. كنتضامن مع تهامي بناني، وحنا وغادي تكون متفق معايا، حنا بغينا العداله للجميع، ما بغينا نظلموا حتى واحد. ياك كاينه هذه القضيه ولا لا؟ العداله للجميع، اي صحيح، زيد. حنا بغينا العداله للجميع، بغينا الام تاخذ حقها. انا معاها انها دير مسطره ديال تلقى القبر. انا نقدر نساندها يعني في السوشيال ميديا، يعني انا الامكانيات ديالي محدوده، نقدر نساندها انها تلقى القبر ديالها اللي بغات نديرو. فهمتي؟ يعني انا مساندها، هادشي اللي باغي نقول لك. انت مساند للحياه. تفضل. لا الام حياه راه كتعرفني، راه انا ساندتها من 2007، راه ما كاينش واحد ساندها قدي انا كنت كنكتب الصفحات في 2012 2013 كنكتب الصفحات. بنسولك السي رشيد، بنسولك السي رشيد، صاحبك صاحبك التهامي الله يرحمه، قلتي الله يرحمه ياك، بالله عليك وانت تجوب شوارع الفيسبوك واليوتيوب والانستغرام والتيك توك، صاحبك اللي كنتي يعني عشير ديالك، الوضعيه التي وجد عليها، ما تعليقك على تلك الوضعيه؟ بالنسبه للوضعيه اللي تلقات فيها المرحوم، صراحه انا ما عندي حتى شي تعليق، لكن الحاجه اللي نقدر نقول هو انه لا بدا يكون عندك السير شي تعليق. لا راه صاحبك هذا، يعني كنتوا صحاب، ما كنتيش تفوتوا من الدار ولا هو يفوتكم من الدار ولا هو الطريق. متفق معك، انا تاثرت في الصوره اول مره، ما نكذبش عليك، انا تاثرت، بقى فيا الحال ونزلوا لي الدموع، هذه ما نقدرش ننكرها. وضعيه انا متفق انها غير انسانيه، متفق معك مليون في المية. لكن باش نكونوا واقعيين، تفضل، باش نكونوا واقعيين، الى فعلا دخلت ايادي خفيه كما كيقولوا، راه ما غاديش يحطوه تما. فين غادي يحطوه؟ ما غاديش غادي يحطوه في اي بلاصه. ياك على حساب ما كنسمعوا هاد الناس عندهم نفوذ، شراو ميديتيل وشراو عافاك دون ذكر اسماء دون اساءه الى مؤسسات، عافاك باش نبقاو شروط البرنامج. تفضل زيد. ايوا انا سمعت من عند غير قول شركه وصافي، شركه وصافي، المتدخل اللي معك. انا انت معايا دابا، لا انت احترم الرجل ونحترمك السي واحترم البرنامج. انا معك دابا، انا ماروك نيوز، الله يرضي عليك. تفضل. انا لحد الان كنحترم هذاك السيد اللي شبهني بالمنقلب، لحد الان كنحترم. انا ما عرفتش واش انت ما قلت عليه حتى شي حاجه. يلا تفضل. وانا كنتمنى انه يطلع معك دابا ويعتذر، حيت ماشي من حقه يسميني. باش عرفتي يسالك انت؟ ما حتى واحد ما سالك السي رشيد. لا انا عارف عليك. الا وسولو قول لي شكون هو اللي كتقصد به المنقلب. انا نعطيك رشيد. واحد التقطت كعدسات الكاميرا داخل المحكمه، عدسات الكاميرا هذا الشيء موجود في مجموعه ديال القنوات الاعلاميه، وانت تضع يديك على خديك، يعني قسمات وجهك والطريقه التي عبرت بها والتقطت عدسه الكاميرات انك كنت في موقف نفسي شيئا ما غاضب وقلق. الا يمكن هذه القسمات الوجه ولا تعبر عن الوضعيه والمعاناه اللي عاشتها الاسره ديال التهامي بناني
ويعيشها معاهم السي رشيد. تفضل. واخا انا قبل ما نجاوبك على السؤال بغيت نوضعك في الصوره على واحد القضيه. تفضل. شفت قبيله واحد المباشر ديال المحاميه مع واحد القناه اللي معروفه. انا جاوبني على هذه، على انت من المحامي. انا غنجاوبك انت خارج من المحكمه ويديك على خديك في موقف نفسي شيئا ما عجبكش الحال، حزين متاثر. ما احنا بغينا نسمعوا منك انت ما عثر الحزن. واش بقى فيك تهامي بالنانيه ولا تبقى فيك صحابك كاملين؟ اللي بغيت نعرف. شوف انا تاثرت ملي سمعت هذيك 20 سنه صراحه. ملي سمعت هذيك 20 سنه يعني انسانيا انا بقاو فيا هذوك الدراري، جاني هذا الحكم هذا. انا كنحترم بقى فيك صاحبك بقى فيا صاحبي. أيوة. بقاو فيا حتى الدراري. بقاو فيا حتى الدراري. انت انا نقول لك واحد القضيه. الام انا نوضعك في الصوره باش انا نوضعك في الصوره. قبيله انا سمعت المحاميه في لقاء صحفي مع قناه الشعب شنو قالت باللي الام اللي مشى لها ولدها هي براسها تاثرات ملي سمعت 20 سنه. بكات على دوك الدراري اللي تحكموا عليهم ب 20 سنه. وانا اتحمل المسؤوليه. وسير رجع لهذا الفيديو هذا اللي كنقول لك وغتسمعها بودنك. يعني الام اللي مشى لها ولدها راه هي تاثرت في سمعت 20 سنه. اسمح لي نسولك، خلي بين قوسين تتسمع المجموعه ديال السهام تتعرفها؟ مجموعه شنو؟ مجموعه السهام تتعرفها؟ مجموعه السهام الغنائيه. مجموعه السهام تصور ان لا وي اللي كاين اللي ما تعرفش مجموعه السهام ضحك ولعب يلقاك الخير. ما تعرفش مجموعه السهام بحال المشاهب بحال الرصاد ما تسمع لهمش على عين ماشي مشكل. تصور لا انت سمعتي انت سمعتي 20 سنه. تصور لا حياه العالمي وكل من له قلب على التهامي بناني يسمع ديك الاغنيه ديال ويا الغادي قولوا لامي راني تسناني، قولوا لامي تسناني. حياتي تسنات 16 عام. كيفاش انت واش ممكن يحط لنا السي رشيد يدو على خدو ويعيش نفس الموقف النفسي اللي عاشته الام حياه العالمي طيله 16 سنه؟ جاوبني على هذا. انا غنجاوبك على هذا السؤال. واش خبارك السي خالد باللي انا ماشي غير الام حياه هي اللي قاسات 16 سنه. راه انا قاسيت معاها وسولها. اذا طلعت معاك سولها. واخا هي قالت عليا جاسوس انا كنسامحها. واخا قالت عليا جاسوس انا كنسامحها ماشي مشكل. لكن اقسم بربي الكعبه الى لمده 12 سنه قبل من الاعتقال 12 سنه وانا متاثر بالغياب ديال المرحوم. في 2019 دابا ماشي غياب. دابا التهامي بناني. خلينا نكمل لك ابتدائيا باش نوضعك في الصوره. ابتدائيا وبالقانون التهامي بناني مقتول باش نكونوا واضحين. يلا زيد تفضل. لا اسمح لي ما نتفقش معك. علاش؟ هو القانون هذا اللي قال ماشي انا. لا دابا حنا سمعنا الحكم. واش سمعنا التعليل مازال ما سمعناش. ايوا المهم التهامي بناني راه مقتول. تفضل يلا زيد تفضل. لا واش كاين دليل ديال القتل؟ راه كانت المرافعه ديال النيابه العامه واللي كذا وراه هادشي اللي كاين. وكاين التكييف ديال قضيه التحقيق هو القتل العمد. غادي ننتظروا التعليل. غادي تفضل. واخا انا بغيتك تسمع المباشر ديال المحاميه وهي غتجاوبك على هذا السؤال. في الفصل 392 من القانون الجنائي نعم ديال القتل العمد. القتل العمد فيه اركان. فيه الركن المعنوي، الركن المادي، وفي كل ركن عندنا واحد الاركان اخرين. حنا في هذه القضيه ديال التهامي بناني ما عندناش اركان القتل ما كاينينش. ما عندناش الدافع للقتل، ما عندناش اداه الجريمه، ما عندناش الجثه، ما عندناش بزاف د الحوايج. يعني كيفاش انه غادي تثبت عليهم القتل العمد وما عندناش الاركان؟ ويلي كاع هذيك الجثه اللي مدارت كاع العالم ما كايناش جثه سي رشيد الله يهديك. دابا حنا نقولوا هذيك الجثه واخا هي راه كاين محضر التعرف ماشي منسوبه. لا راه محضر التعرف هذاك الله يهديك راه كاين محضر التعرف. واخا انا غادي نجيك من الاخر. انا تنقول بلي هذيك الجثه. شوف انا غنكون معك صريح. انا رشيد كنقول ان هذيك الجثه ديال التهامي بناني الله يرحمه ياك. ولكن قانونيا
راه ماشي الجثه ديالو. باش نوضعك في الصوره، يعني حنا ملي غنطبقوا واحد الفصل قانوني راه خاص ديك الجثه تكون قانونيا ديال التهم بناني. واش تتفق معايا ولا لا؟ راه كاين محضر التعرف وتمثل بانه راه ديالو هو. بغيت نكرها انت واخا الام من بعد قالت لك ماشي هو، هي قالتها ولا ما قالتهاش؟ كيفاش؟ الام ملي بغات دير التكييف ما قالش باللي هذوك الحوايج، باللي هذيك الجثه ماشي ديال ولدي وهذوك الحوايج ماشي ديال ولدي؟ لا راه كاين محضر التعرف، قالتها. قالت لهم ديال ولدي، قالت لهم ديال ولدي. ايوا شنو فين كاين؟ واخا ماشي مشكل. حنا اللي نفرض هذيك الجثه، انا كنقول لك، انا رشيد كنقول لك ديال تهاني بناني. علاش؟ حيت انا تعرفت عليه من الشعر ديالو ومن السنان ديالو، يعني هو. واخا حنا نقولوا الجثه كاينه، واخا شنو هو الدافع ديال القتل؟ شنو هو الدافع ديال القتل؟ خاصو تسولوا المتهمين، ما غتسولنيش انا. واخا شنو هي اداه الجريمه؟ هما راه هذه الجريمه قدروا يوضروها، احنا ما تنتهموش. واخا ودابا انت في نظرك المحكمه ما عندهاش الاجوبه على هذه الاسئله وغتحكم بالقتل العمد؟ واخا السي رشيد انا لا يكون معايا منطقي. شوف السي رشيد، كان بلغني انك في نقاش في نقاش مع الناس المهتمين بهذا الملف ياك، كنتي تقولي لهم هذا الشيء خطير بزاف وانت ما قاد على صداع. فين كاين الخطر وفين ما كاينش انت ما قادش على صداع السي رشيد؟ انا سمعت. دابا انت كتقرا التعاليق وانا ما كنقراهمش، ماشي مشكل. انا ما قريتش التعاليق، انا معاك. انا دابا شوف، انا ما تنقرا التعاليق، انا معاك، انت مركز معاك السي رشيد وعاطيك الوقت كافي. دابا انت في نقاشك مع مجموعه ديال الناس المهتمين بالملف ديال التهامي بناني ياك، كنت تجيبهم حسب ما بلغني. تقدر تنفي انت، تقدر تقول تقدر تاكد. انا ما نقدرش نقول لك، ما نقدرش ناكد. كنت تقول لهم هذا الشيء خطير بزاف وانا ما نقدرش نقول الحقيقه كامله، وراه ما يمكنش ليا. علاش هذا الشيء؟ علاش شنو الخطر؟ وعلاش ما تقدرش الحقيقه؟ وعلاش ما قلتيش الصداع؟ شنو المشكل؟ هذه فرصه تاريخيه امام الناس عز ديال الملفين. مرحبا بك اخويا، ما تقلق ما والو. حنا من المحكمه، حنا غادي نسولوك دابا المشكله. نعم تفضل. علاش كنتي تقول هذا الكلام مثلا؟ دابا شوف، دابا الناس ملي شافوا هذاك المحادثه ديال الماسنجر اللي سربها واحد خينا كاين في طنجه، هو اللي سرب هذه المحادثه هذه اللي فيها هذا الكلام. لكن المشكل فين كاين؟ هو انه المتدخل اللي كيكون معك فسرها بالطريقه اللي عجبته هو. فسر لينا انت. الوغ كو الحقيقه راه ماشي داكشي اللي قال. الحقيقه هو انني عرفت من اصدقاء مقربين ديال المرحوم اللي كان كيتردد معاهم المرحوم في الشهور الاخيره قبل الاختفاء، ياك شغل قليله قبل الاختفاء لمده. اسمح لي انا راه كاين في القهوه داك الشيء غتسمح لي. لا خذ راحتك تفضل. المهم قلت لك انا تواصلت مع ناس كثار اللي اكدوا لي انه في الشهور القليله اللي قبل الاختفاء قالوا لي ان المرحوم كان كيدير واحد العادات اللي هي خايبه، وهذا الشيء هو اللي قصدت به انه كاين شي حاجه خطيره. ماشي خطيره يعني انني تسترت على العصابه، لا، انه انا عرفت ان المرحوم كان كيدير شي حوايج اللي انا ما كنتش عارفهم. وباش اكدوا لك هاد الناس باش عرفتهم. اشنو الشيء اللي عرفتي انت؟ فوالا راه هذا هو الشيء اللي قصدت انايا. هادشي اللي قصدتي. وانا غادي انا ما نقدرش نقول لك شنو هما هاد الحوايج. اذكروا امواتكم بالخير. لهذا ما تسولنيش هاد المسائل. ما غادي نسولكش، ولكن ما نقدرش نقولهم لك. فوالا واحد العادات اللي كانوا خايبين. فوالا هادشي اللي قصدت انايا. هادشي اللي قصدتي انت. ما كاين لا تسترت على عصابه لا والو. دابا حنا خلينا من كلام العصابه. القانون هو اللي تيقول واش كاينه عصابه ولا ما كاينش عصابه. كاين جوج متهمين مدانين الان ب20 سنه سجنا. ماذا تقول في هذا؟ يعني واحد الشوط الاول انتهى، رشيد قبل اصدار الحكم ورشيد ما بعد الحكم. ماذا يقول رشيد بعد الحكم؟ كما قلت لك انا كنحترم القرار ديال القضاء. واخا انا كمواطن كانسان اللي بعيد على القضاء وما كنلبسش البدله وما يعني كنقول انا انسانيا جاتني كثيره.
انا هذا الشيء ما احنا ما تنهضروش احنا ما تنهضروش على الاحكام رجاء، احنا ما تنهضروش على ولكن الأحكام. انا بقاو فيا هذوك الدراري حيتاش 20 سنه 20 سنه ما بقى فيك بالنسبه لي صاحبك، انا ما بقى فيك صاحبك. بقى فيا صاحبي. شوف ايوا انا نقول واحد كيفاش القضيه، واش نديروا دروك؟ انا نقول لك واحد القضيه. نعم انا شوف انا كنتضامن مع الامه. غنرجع نقول لك الهضره ديال قبيله. زيد. انا راه بقى فيا صاحبي من 2007 فاش اختفى. في 2019 تعتقلوا الدراري. يعني بالنسبه لي انا هذوك اللي داروا اللي تخلاو على الصديق ديالهم تشدوا، بالنسبه لي راه في الحبس. يعني ان دابا نسولك واحد السؤال السي رشيد. دابا صدفه شنو؟ حضرتي المحكمه ياك؟ وشتي شتي اعاده تمثيل الاحداث، ماشي جريمه، اعاده تمثيل الاحداث ياك؟ يعني طوموبيل وقفات حطاتو في هذيك البلاصه صدفه زعماك ياك؟ واذا هذاك هو التهمي بالناني انت تقول لا جوج، اذا هذاك هو التهمي بالناني هذيك البلاصه شوف انا كنقول لك باللي هو التهمي بالناني. هو التهمي واخا مزيان. ايوا ملي تحط في هذيك البلاصه المحامي الا كانوا كيقولوا هذاك الكلام حيتاش هما ناس القانون. انا كنت محامي غادي نقول لك ماشي هو، حيت انا الا كنت محامي غنهضر بالقانون، ولكن انا كمواطن غادي نقول لك هو، حيت انا شفت الصوره وعرفته من الشعر وعرفته من السنان. اذا هو اذا التهمي بالناني هو هذاك محطوط تما مزيان. هو هذاك اعاده تمثيل الاحداث. هاد الناس هما اللي جابوه، هما اللي حطوه تما. ملي خرج دارك الملاكين قال جثه على ما هي عليه اللي حنا تناقشوها في هذا البرنامج واللي ناقشتها المحكمه. دابا بالله عليك السي رشيد، من المحمديه حتى الواد مرزق، رجاء حتى الواد مرزق، راه الناس تيقول لك ها الاحداث راه حنا حطيناه تما. ايوا حطوه راه تصابت مادام حطيتيه اذا لاصقه لك التهمه، تصاب على هذيك الحاله. اش يقول رشيد في هذه القضيه؟ راه تصاب على هذيك الحاله. شنو الشكوك ديالك فين غادي السي رشيد؟ الشكوك من ناحيه شنو؟ دابا هاد الدراري ماتوا حطوه، اذا شكون دار هذيك الحاله للسي التهمي بالناني؟ شنو اين حاله؟ هاد الحاله تلقى عليها التهمي بالناني اللي بدون قلب وبدون رئه وبدون كبد وبدون معده وبدون والراس مفصوله واليدين مفصولتين. كاين دابا شوف يلا قول لي باش نوضع. انت كمتتبع ماشي كشاهد، كمتتبع كيفاش تقرا انت هذه القضيه؟ انا ماتوا حطوه. انا متتبع. واخا انا نقول لك واحد القضيه باش نوضع الناس في الصوره. راه ملي كيقولوا الراس منفصل راه ماشي مقطوع، راه ماشي الراس مقطوع. نعم الراس منفصل يعني انه كاين واحد الفراغ ما بين الراس ولو كور. اما هو الراس راه كان لاصق فيه. راه كاينه واحد الصوره كتبين ان الراس لاصق في لو كور. لكن شنو اللي وقع هو ان العنق الغضاريف ديال العنق تحلات، وهذا الشيء راه شرحاته الطبيبه، شرحاته في تقرير التشريح وشرحاته امام المحكمه. وبالنسبه للاعضاء الحيويه انا اصلا تكوين تقني، يعني ملي كنت في الثانويه وانا تكوين تقني يعني بعيد كل دابا هذه فرصه السي رشيد، هذه فرصه. واش ممكن الا سمحتي يكون معك الاستاذ مسرار في اطار النقاش المتبادل؟ هذا اللي يفسد لي الود قضيه. طلبوا مني الناس انا نكمل لك بعد الفكره. يلا غير بين ما كملتي الفكره انا معنا الاستاذ مسرار. تفضل. انا الدومين ديالي لانفورماتيك. نعم. يعني انا ما كنفهمش في هذاك الشيء ديال الطب الشرعي، لكن انا كنثق في المؤسسات ديالنا وانا فخور بالمؤسسات ديالنا والاجهزه ديالنا والدوله ديالنا. هذيك الطبيبه فريده بوشتا. لا عفاك بدون ذكر اسماء، عفاك بدون ذكر اسماء. السايت ديالها عفاك بدون ذكر اسماء رجاء. تفضل صحاب الله يرضي عليك. انا واخا الطبيبه التشريح اللي دارت التشريح على الجثه عندها واحد السيت عربي تكلموا عليها الناس في الاردن، تكلموا عليها الصحافه في الاردن، تكلموا عليها الصحافه في مصر. يعني مجموعه ديال الدول العربيه اللي تكلموا على هذيك الطبيبه وعلى الكفاءه ديالها. احنا ما هضرنا على الكفاءه، اكثر من 30 سنه. احنا ما هضرنا على الكفاءه ديال السيده، 30 سنه ديال الخبره. احنا ما هضرنا على الكفاءه ديال السيده، احنا تنهضروا على نازله جنائيه. جثه جات عليها الشبهه جنائيه ما لقاتش ما تستخرج لنا اسباب الوفاه، ما كايناش. القبر ديال السيد مضر. قول لنا هاد الحريره كديري لها السي رشيد. انت صاحبك وبتزوري القبر
القبر دروك فين بتلقاه انت؟ واش ما عمرك قلتي مع راسك وبغينا نمشيو نزوروا التهامي بناني؟ اقسم بالله الا شوف نهار تعرف الام القبر اقسم بالله حتى غنمشي انا غنزورو. شوف راه أنا شوف، بقى ما يكونش عندك باش تعرف السيده القبر مسكينه راه خاصها بزاف باش تعرف القبر. راه القبر مضر، واش بان لك بلا القبر ما كاينش شي خيده تما؟ دابا راه المشكل دابا راه باش نجيك من الاخر دابا راه الدراري تيخلصوا الاخطاء المتسلسله اللي بداو من 2007. حنا ما عندناش دليل انه دخلات ايادي خفيه لحد الان. التفسير اللي عندنا هما انهم وقعوا اخطاء اداريه في المقبره، وقعوا اخطاء في المقبره، وقعوا اخطاء ملي تسلمت الجثه للمقبره. هاد الاخطاء تلعب تهامي بناني. انت تيبانوا لك بالله نعم. عليك انت كمتابع وتتشوف لي جورنو يوميا، هاد الاخطاء ما جات تلعب تهامي بناني. كيفاش تعتبر، كيفاش يمكن لك توصف لنا هاد الاخطاء اللي دارت؟ اخطاء عمديه او اخطاء غير باش عمديه؟ نجيب لك واحد الفكره، زيد. باش نقول لك واحد القضيه. دابا القضيه ديال التهامي بناني ضاع الصيت ديالها في العالم كامل. لكن خاصك تعرف السي خالد باللي راه ماشي هي الجثه الوحيده المجهوله الاسم اللي طلقات. راه بزاف ديال الجثث مجهوله تلقاو ودفنوا بلا خبر والديهم، ماشي حيت عندهم ايادي خفيه، حيتاش كاين واحد التقصير، كان واحد التقصير للاسف انا كنسميه تقصير. حنا ما عندناش دليل انه دخلات ايادي خفيه باش نقولوا انه راه هما داروا التمويه وداروا هذاك الشيء باش يضمسوا القضيه باش يطمسوا القضيه. ما عندناش دليل. واش تقول انت يا ان لاله حياه العالمي اكدت الشاهده اللي معها بان صديقه ديالكم قالت واكدت لها بان قرات في شي كتاب بانه راه شدوه وقتلوه وحرقوه ولحوه في البحر؟ ما تعليقك؟ واخا انا نقول لك واحد القضيه، خاصك تكون متفق معايا بان الكلام الام ماشي قران منزل. متفق معايا ولا لا؟ هذا تصريح، انا تناقش التصريح، انا ما قلت لك قران منزل، انا تصريح. جاوبني على هذا. يعني هذا التصريح، هذا التصريح واش زعما غتجيبها من راسها نناقشوه؟ غتغامر هي وتكذب على السيده مثلا والشاهده؟ انا ما قلتش كتكذب. ايوا شنو؟ انا شوف، انا منطقي، انا كنفكر بالمنطق. ملي الام كتقول لنا راه مشات عندها في 2013 والصديقه ديالها كتقول لنا مشات عندها في 2008، لا هذا عليا انا راه كاين واحد المده زمنيه طويله بيناتهم. وملي الام كتقول لنا راه دفتر الذكريات ديال صاحبه العيد ميلاد والصديقه ديالها كتقول لنا دفتر الذكريات ديال البنت اللي في كندا، حنا راه ما اتفقوش على شكون صاحب دفتر الذكريات. ملي الام كتقول لنا باللي انا قلت لها باللي غتجي عندك الدوزام وسخفات، وملي الصديقه ديالها كتقول لنا باللي راه فاش شفت الام اول مره قالت لها راه انا ام المرحوم وسخفات، يعني ما كاينش واحد التطابق في الاقوال. وهذا عليا كاين شي حاجه شوف دابا جبت لك 3 ديال النقاط اللي ما كيتفاهموش فيها الام والصديقه ديالها. وعندي هذا الشيء بالادله، كاين الفيديو هذا نقاش زوين معك. واش ممكن نطلعوا معك الاستاذ مسرار؟ لا كان ممكن غنحاولوا الاتصال به باش يكون نقاش مستفيد، لان حنا نبحثوا. ياك انت بغيتي تبحث على الحقيقه ديال صاحبك السي رشيد، ياك بغيتي الحقيقه يقول لقيتي الحقيقه ديال صاحبك في النقاش، فين كاين المشكل؟ تفضل. ما كاينش مشكل. انت قبل ما يطلع معك احنا تنتصلوا به، تفضل تنتصلوا به، تنحاولوا الاتصال به. قبل ما يطلع معك بغيت نوضح لك واحد النقاط تفضل اللي زيد. كان ديما كيقولهم. النقطه الاولى هو انه نهار طلقات الجثه نهار 3/4 انا سمعت سي مسرار تيقول باللي الغد ليه الدارك اتصلوا بالشرطه المحمديه وقالوا لهم باللي راه طلقات الجثه، وعيطوا على الاب والام ديال المرحوم باش يقولوا لهم راه طلقات الجثه. ياك هادشي اللي كان كيقول. زيد. لا اكد لي واش هادشي قالوا. زيد تنسمع لك زيد تفضل، انا ما غنجاوبش بلاصتو، غير زيد تفضل. تا ملي يطلع راه هو ياكد الكلام اللي قلت. تفضل. فكاين واحد الحلقه ديال واحد القناه كان الصحفي جاوب على هذا الكلام هذا اللي تقال. وشنو قال باللي راه الاب ديال المرحوم هو اللي مشى عند الشرطه، ماشي الشرطه اللي استدعته، راه هو اللي مشى عند الشرطه وقال لهم
باللي راه جاتو خبر جديده ان الابن ديالو كان مع دوك الصحاب كيتناولوا المخدرات حتى الصباح. وهذا الشيء بالمحاضر، راه هو هذاك الصحفي، ما عرفتش واش عندي الحق نقول سميت المنبر ولا لا. المهم واحد المنبر، تفضل. واخا واحد المنبر جبدوا المحضر ديال 2007 ديال 4 شهر 4 2007، المحضر ديال السماع ديال الاب ديال المرحوم في الشرطه عند الشرطه ديال المحمديه. واخا خليت سي رشيد، خليت شي كله نمشي معاك غير داكشي اللي راجل قلتي لي، داك الميساج اللي في الميسنجر داز بينك وبين بعض الناس، قلت لهم امور خطيره وتقرات قرايه اخرى. هاد الامور الخطيره اللي عرفتي، علاش ما تقولهاش الام تامي بناني وتمشي مع المحكمه؟ ربما يبان شي امور اخرى ما عارفيناش حنا وما عارفاش الراي العام، وربما ما عارفاش المحكمه، وبرر ذمتك، وربما هذوك الناس تبان الحقيقه ديالهم مساكن. علاش يبقاو مشدودين؟ ياك تا هما صحابك. انا بالنسبه لي هاد الامور الخطيره اللي سمعت ما عندها ما تفيد في المحكمه، ما عندها ما تفيد. لا تقدر دير شي طريق، تخلق شي بيست مثلا، تخلق شي بيست ديال التحقيق، وتقدر تفك هذوك صحابك حتى هما مثلا راهم صحابك والضحيه صاحبك. علاش اللي ما مشيتيش غير بلغتي من اجل المعلومات القضائيه مثلا؟ علاش ما بلغتيش؟ علاش ما تبلغش؟ انا اولا انا ما نقدرش نقول هذا الشيء للمحكمه. علاش ما تقدش؟ علاش؟ حيتاش انا حيتاش الا سولوني المحكمه شنو الشهاده، راه غنقول لهم راه قال لي فلان، يعني ان الشهاده باطله. هذه اولا. حيتاش ملي كتقول واحد الشهاده للمحكمه راه خاصك تكون شفتيها بعينك. وقول له ما سمعت، لا سمعت، قالوا لي خلي المحكمه تقلب، خلي المحققين يقلبوا، انت حيد عليك الذنب السي رشيد، حيد عليك الذنب. راه ربما انت دابا ممكن تكون حامل الذنب ديال هذوك الدراري وحامل الذنب ديال تامي بناني. وقول الحقيقه مثلا. هذا الشيء اللي بغيت نعرف انا السي رشيد. انت قدام 2600. تفضل، انا تناقش معك كواحد متبع القضيه، ما تاخذهاش مني قله الصواب. الله يرضي عليك، حنا تنتجادلوا. لا بالعكس، انا عجبني الحوار معك، والله القسم عجبني الحوار معك. تفضل. علاش ما تفك هذوك الدراري وتفك هذه الام وحق تامي بناني يبان؟ اذا كانت شي جهه اخرى وما عارفينش الناس، علاش ما يبقاو صحابك مشدودين وصاحبك مقتول وميت؟ قول الحقيقه للمحكمه، قولها، بلغ. انا استمعت لي المحكمه. لا، هذا الشيء اللي قلتي للناس، هذا الشيء الخطير اللي ما تقولوش انت. علاش اللي ما تقولوش للمحكمه؟ قولوا للمحكمه. انا دابا هذا الشيء الخطير ما عندوش علاقه بالواقعه، ما عنده حتى شي علاقه. يقدر عنده شي بيست تدي ما وقع للمرحوم. علاش انت مثلا سير شي تسمح لي هذا السؤال نسولو لي، علاش انت بغيتي تركز تضغط على المرحوم؟ حاجه خطيره على المرحوم راه الله يرحمه مسكين، سوا كيف ما كان. دابا شوف الناس دابا امو مسكينه، وشوف علاش دابا انت راه عائلات دروك تتشوى. لا المتهمين دابا راه الا في راسك شي حاجه قول للمحكمه. تفضل. دابا راه عرفتي هذاك المحادثه اللي سربها هذاك عديم الضمير، هذاش ماشي من حقه يسرب المحادثه ديالي. هذاك السيد عرفتي شنو دار بحال ديك القضيه ديال الويل للمصلين وسكت. دابا راه خاصك تعرف باللي هذيك المحادثه راه خاصك تشوف داكشي اللي قبل وتشوف داكشي اللي من بعد، ماشي تجي تقول لك امور خطيره وسكرينها وحطها واولوها كما بغاو. راه دابا في سياق المحادثه كنا كنتكلموا انا وياه، وفي سياق المكالمه قلت لي انا راه سمعت شي حوايج خطيره على المرحوم، سمعتها من عند واحد الدراري اللي انا صدماتني، اللي ما كنتش كنتوقعها. ايوا جيبوا للمحكمه، جيب هذوك الدراري للمحكمه حتى هما، ذكر سميتهم غيعيطوا لهم في اداره التحقيق. ما في كاين المشكل صافي. ايوا عادي، هذه فكره زوينه. يعيط لهم، فك هذوك الدراري اللي مشدودين مساكن، وفك الحياه، وفك وهني ضميرك انت، مالك فين كاين المشكل؟ صافي. انا وندوز معك لواحد النقطه اخرى. انا غنتكلف شخصيا باش نجيب هاد الشهود اللي قالوا لي هاد الكلام، وكنتمنى انهم يحضروا. كنتمنى يا رب. جيب عزز باش هاد النازله تخرج للضوء. علاش انت بغيت دز هاد الشيء؟ علاش؟ قول الحقيقه. شوف، انا باش تعرفني انا باللي بغيت نعاون الام، والام هي براسها غادي تقول لك، غتاكد داك الشيء اللي غنقول لك دابا. انا راه في 2007 مديت الام بالماكسيموم ديال المعلومات اللي نقدر نعرف، ما خبيتش عليها حتى شي حاجه.
حتى شي حاجه ما خبيتو عليها. حتى من القاصر اللي جا سولني عليه الغد لي في الصباح وقال لي راه ما بيتش في دارهم، قلتها لها وسولها غادي تقول لك قالها لي. واخا غنعطيك سؤال يعني اخير السي رشيد، رجاء لانه ازيد من 51 دقيقه، رجاء غير بغيت نسولك واحد السؤال. هادشي كله مزيان اللي قلتي، ولكن لماذا تستمتع على بين قوسين، علاش عز عليك انت تسيء الى كل من يتدخل في هذا الملف واساس الى هذه القناه، مثلا علاش لماذا انت غير واحد السيد شاهد يعني غدلي بالشهاده ديالك وغتمشي، ما علاقتك انت غادي تواجه هذا وتواجه هذا وتسب هذا وتعاير هذا؟ علاش؟ لا هذوك الناس راه سبوني، انا راه ما كنسبش شي واحد اللي ما دار لي والو، اصلا انا ما كنسبش، راه هما اللي كيسبوني. ونزيدك واحد القضيه، انا عندي واحد الصفحه في فيسبوك، اللي فيها تقريبا واحد 200,000 شخص. كاينين 99% من هذيك الصفحه كلهم متضامنين مع الام، وكلهم عندهم حريه التعبير، تيقولوا اللي بغاو. لكن اللي كيسب ولا اللي كيسبني انا، واللي يسب المعتقلين، ولا اللي يسب العائلات ديال المعتقلين، ولا كاع شي واحد يسب حتى الام واللي يسب المرحوم، ما عندي ما ندير به، انا غنبلوكيه باش نكونوا متفقين. حنا في واحد الصفحه كنبغي كنعطي حريه التعبير في حدود في واحد التعبير حدود الاخلاقي. لكن انا شنو كنلاحظ، ان الصفحات الاخرى ديال التضامن كلهم كيسبوني، كيديروا بيا ترولات، كيتنمروا عليا. علاش انت ما جبتيش هذه النقطه، لانهم كيتنمروا عليا، انا راه كيسبوني، اللي سبك سير المحكمه، ما حتى واحد ما سب. انا مش انت دابا كيسبوا العائلات ديال المعتقلين، حتى شي واحد ما عنده الحق يسب. يعني انا هذا ردة فعل طبيعيه ديال واحد الانسان. نسولك سؤال اخير سي رشيد، انا كنتاثر ملي كنشوف هذاك انت تتاثر انت تتاثر وبقى فيك الحال وخاصك ما تسبش. بنسولك سؤال اخير وجاوبني بصراحه، انت مرتاح رشيد؟ انت مرتاح بعد الواقعه؟ واش انت مرتاح من ناحيه شنو؟ مرتاح زعماك هاني جدا، ما عندكش شي حاجه مقلقاك، ما عندكش شي حاجه خاصك تقولها، ما عندكش شي حاجه بغيتي توصلها للقضاء، ما عندكش شي حاجه، مرتاح مصفي ضميرك مع الله ومع نفسك؟ شوف انا سؤال، انا دابا الضمير، انا ماشي ما نهضرش على مرتاح ولا ماشي مرتاح، انا الضمير ديالي مرتاح. علاش؟ حيت انا عارف راسي حتى شي علاقه ماشي متورط، وعمري ما كنت جاسوس كما قالت الام، وعمري ما خبيت شي حاجه للعداله، وعمري ما خبيت شي حاجه للام. يعني انا ضميري مرتاح.